اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد، وصفه جديده، وهنعمل النهارده طريقه حلوه قوي للكفته. معايا لحمه مفرومه. الكميه اللي تحبيها. هجيب بصلايه متوسطه وهبشرها، يعني نص كيلو من اللحمه المفرومه عليه بصلايه متوسطه. هبشرها على المبشره الناحيه الواسعه، واحطها في مصفى واعصرها كويس قوي من الميه بتاعتها، للناس اللي ما بتعرفش ازاي اطلع ميه البصل. هحط بقى معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البابريكا. وهجيب بهارات الكفتة حلوة جدا. لو ممكن تجيبي كيس جاهز، وممكن تجيبي سايبة، تقولي مثلا هب 5 جنيه، هب 10 جنيه، الكمية اللي تحبيها. هنحط منها على اللحمة المفرومة، وأحط مكعب من المرقة، وهحط معلقة من البيكنج باودر علشان تنفخ الكفتة بتاعتي. هجيب بقى الكفتة بتاعتي واحط عليها بقدونس. يعني لو انت هتجيبي حزمة حطي ربعها الورق بس. خلاص، هنعجنها كويس قوي من 7 ل10 دقايق عجن، لحد ما تلاقيها كلها بقت متجانسة مع بعضها. هنجيب بقى مية البصل اللي طلعت من البصلاية، وهحط ايدي فيها علشان اعرف اصبع كويس. هجيب بقى معلقة خشب علشان تكون الكفتة مفرغة من جوه، وهصب عليها. ما تكونش الكفتة كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، حجم الكفتة يعني تكون متوسطة. وهبدأ اصبعها كويس قوي، واجيب صينية مدهونة زيت او سمنة اي حاجة، وهسخن الفرن كويس جدا، تحت وفوق، او هدخلها فرن سخن 10 دقايق بالظبط، هتلاقيها استوت معاكي. ولو انت اول مرة بتشوفيني، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، تختاري الكل علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. حطوا لايك واكتبوا كومنت حلو زيكم. هنصبحها بقى بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده، لحد ما اخلصها كلها. وبعدين هروح مدخلها الفرن. قبل ما ادخلها الفرن هجيب بواقي مية البصل اللي بقت معايا، ومعلقة سمنة، ومعلقة من الصلصة الجاهزة، واقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد ما اخلص الكمية بتاعتي واصبعها، هروح بفرشة دهنة الوش بتاعها. التكة دي حلوة جدا، بتدي لون حلو وطعم احلى للكفتة. ما تنسيش بقى تبقي تولعي فحماية كده على النار علشان تدي طعم الشوي. هنحط بقى اول ما نخرجها بقى من الفرن، هنجيب الفحماية ونحطها في طبق او ورق فويل، ونحط عليها معلقة من الزيت، ونغطيها كويس بصينية بورق فويل بأي حاجة موجودة عندك، علشان تاخد ريحة الشوي وطعم الشوي. خلاص، ما تخليش بقى الفحمية الهبو بتاعها يطلع على الاكل، لان ده غلط. بقيت حزمة البقدونس بتاعتنا هنعملها ارضية او نرش كده الوش عشان تدي شكل حلو. ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.